القليلة الماضية لم تكن زراعة أشجار العنب ممكنة بإقليم إفران بسبب برودة الطقس التي لا تلائم هذا النوع من الأشجار، لكن مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة أصبحت الظروف ملائمة لإدخال هذه الزراعة إلى المنطقة التي تشتهر عادة بأشجار الورديات. فكرنا باش نديروا العنب في هذه المنطقه هذه، وعلى اساس بان التربه والفرشه المائيه الحمد لله كاينه والتربه ملائمه للعنب، وبفضل الناس بفضل التقنيين ديال وزاره الفلاحه وبفضل المجهودات اللي قاموا معنا استطعنا نوجدوا هذه الشجره هذه حتى تعطينا واحد الثمار يعني لا باس به بل ممتاز في حقيقه الله. بالنسبه لهذه الفلاحه هذه فاش بغاو يدخلوها الفلاحه كانوا اتصالات باطر من وزاره الفلاحه اللي شافوا النوع ديال التربه، درسوا المناخ، درسوا التساقطات المطريه اللي كتكون، درسوا الامكانيات ديال الماء اللي موجوده، والحمد لله لحد الان انتم كتشوفوا كما كتشوفوا هذه الضيعه هذه تبارك الله، انتم كتشوفوا الغله ديالها. وفرة الإنتاج وجودته جعل إقليم إفران قبلة لتجار الجملة، الشيء الذي خلق رواجا اقتصاديا بالمنطقة. شرينا حيث كاين الجودة، حيث كاين العنب فيه الجودة. شرينا العنب هنا فيه الأنواع، فيه الكحل الريد جلوب، وفيه الموسكا، وفيه ديك واحد النوع تيقولوا له الصامبيبا، وواحد النوع تيقولوا له فيكتوريا. انتشار ضيعات أشجار العنب بإقليم إفران ضاعف من فرص الشغل التي بلغت 7000 يوم عمل في السنة. 8 سنين حتى 10 سنين دابا باش خدام في هادشي ديال العنب، كنت نقلب من البلاد للبلاد. هاني دابا دروكا في إقليم إفران فين خدام باش كنكونوا مع الوليدات، ودابا مدرسة الدراري. أصبحت زراعة أشجار العنب تحتل مكانة هامة من بين الزراعات المتواجدة بإقليم إفران بنسبة تصل إلى أكثر من 30%، مع إنتاج يفوق 50 طنا في الهكتار.